ليش بتسب السعودية؟ هذا الترند اللي قاعدين نشوفه آخر شيء. أقذر من هيك ناس ولا مر علي يعني. ليش بتسب السعودية؟ نصرة لغزة. أنت شو سويت لغزة؟ ولا شيء. دولتك شو سوت لغزة؟ ولا شيء. 25 مليون مسلم بتسبهم. بلد عربي بتسبه. بتسب بلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، مكة المكرمة، المدينة المنورة. وين إسلامك بالموضوع؟ طب وين عروبتك بالموضوع ما دامك بتسب دولة عربية مشان دولة عربية؟ مع انك انت ما انت المسلم العربي ما سويت شيء. لومك على غيرك بس. قسما بالله قمة السفالة والنذالة اللي قاعدين نشوفها. بتفوت على فيديو بتشوف التعليقات والكومنتات، شيء مخزي. وبقول لك شغلة واحدة، يعني شغلة واحدة. بتعرف اللي هجرنا وطلعنا من سوريا ومن دولنا؟ هو نفسه هذا اللي سوى الترند. بكره السعودية وبكرهك ترى هو. مش بس بكره السعودية، وانت عارف عن مين قصدي ومين بقصد. بس يعيب الشوم على كل امعة رويبضة، ما بعرف شو بسموهم هذولا. مع اني متأكد انه هاي الناس اللي قاعد بتعلق هاي بتنزل هاي الكومنتات كلها دون ال 18، تحت ال 15 حتى. بس عيب، عيب ترى 25 مليون مسلم راح يحاججك يوم القيامة. بتسب يا مهبط الوحي يا رجل، بتسب المملكة العربية السعودية، بتسب مكة المكرمة. انت قاعد قسم والله العظيم لا توقف وتنسأل. يا عيب الشو مع هاي الناس. ومين صاحب الترند؟ كلكم بتعرفوا مين. نفسه اللي فات لعندك وطلعك من بيتك ومن دارك ومن أرضك. هو نفسه، هو نفسه اللي هجرك. هو نفسه اللي بيكره السعودية وبيكرهك. والكلام واضح. يا عيب الشوم. هذا اللي قدرنا ننصر فيه غزة. بنسبسب بعض، قاعدين بنسب على بعض وبنشتم بعض. اشي مخزي، اشي مخزي. يا ريت سبيتوا اللي قاعدين يفوتوا على غزة قد ما سبيتوا على السعودية والدول العربية. مش على فكرة أنا مش بالسعودية يعني، ولا حتى ترتاح. كلكم بتعرفوا وين أني. بس عيب، عيب اللي بتقبلوا على حالك يقبلوا على الناس. وبعدين الشخص اللي بيسب، إذا انسب عنده عادي لأنه هو عارف راح ينسب. فكأنه بقول لك سبني. وين الشرف؟ وين الأخلاق؟ وين؟ ترى شو بدك تسولف يا رجل؟ شو بدك تحكي؟ يا عيب الشوم على هالشي اللي قاعدين نشوفه. عوذة.